مصر بتتحدى أمريكا، والرئيس السيسي قال إنه هيستضيف قادة حماس في قلب القاهرة، ولو إسرائيل فكرت تضرب صاروخ واحد على أرض مصر لاغتيال أي شخصية في بلدنا فالرد هيكون كارثي. والجيش المصري بيوعد إنه قادر يخترق إسرائيل في ظرف ساعتين، خصوصا إن السيسي أرسل جنود على معبر رفح ومنتظرين الأمر. لو إسرائيل كسرت الخط الأحمر اللي مصر حطاه فاحنا هنودع إسرائيل من الأراضي الفلسطينية. ولو انت فاكر ان الجيش المصري لو بدأ الحرب ترامب ممكن ينهيها بمكالمة تليفون، يبقى تسمع الأخبار اللي جاية دي عشان تفهم أكتر. مصر هددت أمريكا وقالتها بشكل مباشر إن أي محاولة لاغتيال وفد حماس وهو موجود على الأراضي المصرية عواقبها هتكون كبيرة قوي، وبلغت إسرائيل بالرسالة دي. يعني باختصار مصر رسمت خط أحمر واضح. قبل هجوم إسرائيل على قادة حماس في قطر، مصر طلبت من الوفد بتاع حماس إنهم يفضلوا في القاهرة لحد ما المفاوضات تخلص، وده لأن المخابرات المصرية قدرت تكتشف إن إسرائيل ناوية على الغدر وهتصفيهم كلهم. وبالفعل كل القادة اللي سمعوا الكلام وفضلوا في القاهرة عايشين في أمان بفضل الله ثم قوة وثقة الجيش المصري. هتقول إني بطبل؟ هقول إنك إخواني، والدليل كل قادة حماس اللي موجودين في أي دولة عربية أو خليجية تم اغتيالهم، ومنهم اللي تعرض لمحاولة الاغتيال وآخرها كانت في قطر زي ما كلنا شفنا. لكن إيران ذات نفسها اللي كانت شايفة إنها أقوى جيش وإن إسرائيل وأمريكا ما يقدروش يعملوا حاجة قصادها، قادة حماس اللي كانوا موجودين فيها تم اغتيالهم زي إسماعيل هنية، وساعتها إيران ما فتحتش بقها بكلمة، ودي تعتبر فضيحة بالنسبة لهم. عارف ده معناه إيه؟ تخيل بقى إن مصر بتحذر رغم إن مفيش تهديد رسمي حصل ضدها، إن إسرائيل مثلا ممكن تتجنن وتقول إنها هتغتال قادة حماس الموجودين في مصر، إلا إن السيسي طلع وقال اللي هيفكر يغتال أي شخصية من حماس موجودة داخل الأراضي المصرية الجيش المصري هيدخل يتعامل على طول. مصر الدولة الوحيدة في جميع دول العالم اللي مفيش حد عايش فيها ممكن يحس بالخوف أو إنه ممكن يتم اغتياله. ولازم أقول بسم الله ما شاء الله وربنا يحفظ الرئيس بتاعنا والجيش المصري اللي عملوا حاجات دول عظمى واقتصادها مصنف عالميا إنه من العشرة الأوائل ما قدروش يعملوه، وربنا شاهد على كلامي. الغريب بقى ان القناة ال 12 الإسرائيلية بنفسها أعلنت ان مخطط اغتيال قادة حماس في قطر جه بعد ما اتفشلت محاولتين قبل كده لاغتيالهم في تركيا، وده معناه ان إسرائيل كانت عايزة بأي طريقة تتخلص من وفد حماس. قطر في أقل من 4 شهور اتضربت مرتين، مرة من إيران ومرة من إسرائيل، رغم ان إيران وإسرائيل أعداء لكن اتفقوا ان أرض قطر تبقى ساحة لتصفية الحسابات. إيران قالت لك هضرب قاعدة أمريكية على أرضك عشان أرد على واشنطن، وإسرائيل قالت هضرب قيادات حماس اللي مستضيفاهم عندك. طب أنت تبع مين يا قطر؟ الإجابة جت من عندهم. قطر بنفسها اعترفت إنها مستضيفة قيادة حماس بطلب من أمريكا. يعني إيران ضربتك عشان أنت عندك قاعدة أمريكية، وإسرائيل ضربتك عشان مستضيف حماس بطلب من أمريكا. في الحالتين أنت مجرد تابع، لا سيد قرارك ولا عندك سيادة حقيقية. خلينا أفكرك في 2015 و2016 قناة الجزيرة القطرية كانت بتعمل فيديوهات وبوستات تقلل من الجيش المصري، مرة يقولوا جيش المكرونة، مرة جيش الصلصة، ويهينوا المجندين. دلوقتي وريني جيش قطر عمل ايه قدام إسرائيل؟ ما عملش أي حاجة. قطر النهاردة بتكرر نفس كلام مصر زمان، لازم اتحاد عربي للرد. طب ما السيسي قالها من 10 سنين، لازم نعمل جيش عربي موحد، لكن محدش وقف معانا. احنا اللي تحملنا التكلفة، احنا اللي صرفنا والشعب اتحمل عشان نبني جيش قوي، والنهاردة النتيجة واضحة. مصر عندها أقوى جيش في المنطقة، جيش قادر يحط عينه في عين إسرائيل وأمريكا كمان وما يقدروش يصرحوا بأي تهديد ضده. وأخيرا ربنا يحفظ مصر أمنا وشعبا وجيشا وينصرنا على القوم الظالمين. سلام.